اخرتها ايه وياك يا زوران؟ رسالة بيوجهها محبي نادي الاتحاد وجمهور الاتحاد الاصيل لهذا المدير الفني الذي وثقنا به وكنا ماشيين كويس قوي بجهازه الفني، والفرقة وصل بيها الحال انها كانت في المربع الذهبي، وكانت اسكندريه كلها سعيده وفوز واهداف وتحسين اداء وظهور بعض اللاعبين الصغار اللي بدأوا يظهروا، لكن فجأة وبدون مقدمات الدنيا بتتكعبل. يا ترى يا عم زوران اتلعب في دماغك من بعد السمسرة وكنت مطلوب تمشي تطلع بره البلد؟ وانت لما حبيت تمشي قالوا لك في شرط جزائي، رحت متراجع. التراجع ده بقى جه على دماغنا احنا، لان التراجع بتاعك ده انت قلت ايه؟ طب ماشي انتوا عايزين تدفعوني، طب انا قاعد. بدأت بقى تعمل حاجات غريبة، تحط فوزي الحناوي باك شمال وهو مش باك شمال، علما بان عندك لو صبري رحيل كان مجهد. طب انت كان احمد بهاء بدأت تدفع بيه، السيد سالم اللي من اول الموسم وانت اهملته، علما بانه كان شايل الفرقه لغايه السنه اللي فاتت كسرد باك وباك شمال. هتقول لي اصل سنه كبير، قعدته ليه في النادي؟ الراجل ما لعبش ماتش واحد السنه دي. ابننا عبد الغني اللي مره تلعبه وينج شمال، مره تلعبه هاف، ايه في ايه اللي بيحصل؟ الولد الكونغولي اللي كان جاي او الاوغندي الباك اليمين ما استفدتش منه ليه؟ وده لاعب منتخب اولمبي. اديله فرصه مع هشام الدنيا تمشي مفيش مشاكل. اخر مباراه بتلعب فيها اللي هي كانت مع بيراميدز وبيقولوا له هداف الدوري، وجوده في الملعب لوحده بيخلي 2-3 من المدافعين يخلي بالهم منه. جاي لي في الوقت اللي المفروض كنت تكسب تسحبه، ما انت كأنك بتقول للفرقه التانيه انا فضيت لكم خلاص بقى اضغطوا. وفي النهايه ربنا ادى البيراميدز المباراه في اخر ثواني، لان انت موصل للاعيبتك الانهزاميه دلوقتي. يا ترى بقى النهارده بقى مع سيراميكا وبعد ما شفنا الشكل المصري البورسعيدي ايه، جمهور كبير جاي من بورسعيد، مجلس الاداره موجود، شحن معنوي عشان فرقه المصري تكسب. يا ترى ممكن يكون النادي عامل الكلام ده كله في النهايه خالص تروح انت مفاجئنا بتشكيله وبلاعبين تبوظ الدنيا؟ والله انا ما عارف يا زوران انت عملت فينا كده ليه؟ بعد ما كنا رافعينك في السماء انت نزلت الاتحاد الارض. والله بتمنى وكل جماهير اسكندريه بتمنى ان النهارده الاتحاد يكسب عشان يكون نهائي كاس الرابطه بين ناديين كبار جماهيريين. مش مهم ساعتها مين اللي هيكسب، لكن نبقى فرحانين بالناديين دول الاتحاد والمصري. يا رب يا زوران النهارده تعمل لنا ختام كويس تمحو بلاويك اللي عملتها خلال الاسبوعين 3 اللي فاتوا، واعتقد ده لسان حال كل الاسكندرانيه النهارده، وربنا يسترها معانا يا رب في يوم الترويه.